باش نقعد مع المسابقه الاولى واللي تخص الانديه المحرزه على الكاس. تحكينا عن المباراه الاولى اللي باش تجمع الاولمبي البيجي نادي وفاق ستيف، المباراه الثانيه باش تجمع في المغرب نادي الجيش الملكي المغربي بنادي النصر الليبي. قراءه من زميلنا كريم مفيد للمباراه هذه، نتفرج. نصف نهائي إيناف نصف ماكوب ديال الأندية الفائزة بالكأس غادي يجمع ما بين الجيش الملكي مع النصر الليبي. وكيف ما هو معروف الجيش الملكي هو فريق العاصمة الرباط، أسس سنة 1958 من طرف العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني. عنده 12 بطولة مغربية و11 كأس للعرش، تعتبر أول فريق مغربي تيحرز على اللقب الإفريقي سنة 1985 وكأس الاتحاد الإفريقي سنة 2005. دوزو في الجيش الملكي بزاف ديال النجوم بحال إدريس باموس ومحمد تيموني وشيشة وخيري. تيتواجد الجيش الملكي حاليا في المرتبة 13 بربعة ديال التعادلات وفوز وخسارة وحدة. المدرب الحالي ديال الفريق هو عزيز العامري اللي تعتبر ولد الدار لأنه سبق ليه ولعب مع الفريق. تيتوفر الجيش الملكي على ترسانة كبيرة من اللاعبين بحال مراد فلاح وعبد الصمد الشهيري ومهدي الباسل والمهاجم الخطير جواد ودوش اللي عنده لياقة بدنية قوية تتخلي المدافعين ما يحيدوش ليه الكرة من رجليه. حاليا الجيش الملكي تيعاني من مجموعة ديال المشاكل إدارية وتقنية بالإضافة لمستبعد جوج ديال اللاعبين من الفريق هما يوسف القدي وعبد الرزاق الناصفي، وتعتبر هذه أول مرة اللي غادي يلعب فيها الجيش الملكي ضد النصر الليبي. وفي الجهة الأخرى تلقاو النصر الليبي هو واحد من أكبر الأندية ديال كرة القدم في ليبيا، تأسس سنة 1954 وتم إشهاره رسميا عام 1957. حقق فريق النصر اللقب ديال الدوري في كرة القدم مرة واحدة كان في عام 1987، وحقق كأس الفتح العظيم وكأس ليبيا 3 المرات، وكان آخر مشاركة النادي على الصعيد الإفريقي في سنة 2004، وهذا الشيء بالوصول ديالو للدور 16 لكأس الاتحاد الإفريقي باش يعود بعد 6 ديال الأعوام من المشاركة الخارجية، وهذا الشيء كأس إيناف نصف ماكوب من الأندية الفائزة بالكأس، كما غادي يشارك في 2011 كأس الاتحاد الإفريقي. من خيرة اللاعب اللي نجيبهم من النادي على مر ديال الأجيال هو فوزي العيساوي، كيحتل حاليا الفريق المرتبة العاشرة بفوز وتعادل واحد، وباقي ليه جوج ديال المقابلات ما لعبهمش. المدرب الحالي ديال الفريق هو خالد غريب القماش، تتوفر الفريق على لاعبين كبار بحال سامي سعيد وشريف الدين عطيه، وكما تضم الفريق لاعبين اخرين من الجزائر والسودان وجمهوريه الكونغو الديمقراطيه بحال جليل مابيلي اللي سبق ليه ولعب مع الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي، واحمد الباشا والمدافع الجزائري سامي نور الدين. الافيش الثانية في مسابقة إيناف نصف ماكوب للأندية الفائزة بالكأس كما شفتوا الجيش الملكي المغربي ضد نادي النصر الليبي نصر بنغازي. نبدا بالجيش الملكي المغربي اللي يعيش في ظروف صعيبة يظهر في الدوري المغربي، خلى زوز بلايص كاورا موجود في المرتبة 14 في البطولة المغربية. سي إدريس عبيس هل أنه الجيش الملكي المغربي بالنسبة ليه توا أولويته ممكن التركيز على البطولة الوطنية والظروف الصعيبة اللي مر بها، ولا تركيز على مسابقه كيما هذه اللي بعد ممكن 4 ماتشات لازم يحقق مبلغ مالي مهم نوعا ما؟ قبل ما ندخلوا في تحليل مباراه الجيش الملكي والنصر الليبي، على التحليل ديال فريق الجيش الملكي هذه السنه كنا نقولوا بان فريق الجيش الملكي كيعيش واحد اللحظات اللي ربما اول مره كيعيش فيها يعني في تاريخه الرياضي، حيث انه فريق الجيش الملكي هو من الفرق العريقه تاريخيا في الالقاب الى ضيافه الى فريق الجيش الملكي وفريق الوداد البيضاوي. ولكن هذه السنه ربما في واحد الظروف يعني خاصه، فريق الجيش الملكي كان فريقا محترفا يعني في تاريخه، له لاعبين جيدين، له اداره يعني ملاعب وكل ما يمكن يطلبه اللاعب كره القدم، لكن هذه السنه عرف واحد اللخبطه يعني كما يقولوا كبيره جدا في حاله انه تسجيل اللاعبين يعني، وكذلك اختيارات ديال المدرب، وكذلك الانطلاقه اللي ما كانش، وواحد مجموعه من كما نقولوا حنايا المشاكل داخليه. الجيش الملكي المغربي غدا باش يلقى في الجهه المقابله ليه نادي النصر الليبي، احد افضل الانديه الليبيه لجانب الاتحاد والاهلي. خبير الكره الليبيه لقناه نسمه سيد رياض جمال، كنت تعطينا فكره على نادي النصر الليبي واستعداداته المسابقه هذه، خصوصا انه نادي النصر مش منتظم على مستوى المشاركات في المسابقات الاقليميه ولا القاريه. طبعا هو فريق النصر يعتبر المسابقة هذه مسابقة كأس الاتحاد مطلب رئيسي لإدارة النادي، وخاصة أن فريق النصر يعني الآن يعني يحاول أنه هو حتى على مستوى الانتدابات بتاعها يعني اختار 3 لاعبين على مستوى خط الدفاع كنور الدين سام نور الدين لاعب جزائري ينشط في أوروبا، اللاعب انتدب مؤخرا انتدب من شهر، اللاعب إيفوسا نفس الشيء صانع ألعاب نيجيري كان يلعب في الهلال السوداني، احمد الباشا لاعب من المريخ السوداني، يعني هذا من 3 لاعبين يعني زوج لاعب، واحد لاعب ارتكاز وواحد صانع العاب ومدافع يعني يعتبر
من المدافعين لديه الصلابة الدفاعية. ما تراش انه الانتدابات هذه الكل اللي قام بها في الفتره المؤخره نادي النصر الليبي ممكن تخليه ناقص على مستوى اللحمه يعني في المجموعه، يعني ممكن ما يكون ما ثماش تكامل كبير بين اعضاء الفريق الكل؟ طبعا هو يعني يعتبر الانسجام ناقص شويه في الفريق، وخاصه رزنامه الدوري لم يلعب فيها فريق النصر مباريات كبيره، لكن انا بالتاكيد يعني هو فريق النصر ذاهب الى المغرب وينظر الى مباراه الاياب، وحاط ان هي مباراه الاياب هي يعني تمشي يدافع هكا بالتاكيد، يعني مش حيعطي مساحات لفريق الجيش الملكي، حيحاول انه هو يخلق بلوك في وسط منطقه الوسط، يلعب باكثر زياده عدديه، وخاصه اللاعب يعول على اللاعب احمد الباشا لاعب المريخ السوداني لاعب ارتكاز من مستوى عالي، يعني اعتقد انه هو ربما يحقق نتيجه ايجابيه تعطيه افضليه انه هو في ليبيا يحقق نتيجه كويسه. ان شاء الله نشوف مباراه اضافه بسيطه شويه، لان الحين الدوري الليبي يعني في الدوره الرابعه والدوري المغربي في الدوره الثامنه، يعني في الايقاع ديال المباراه يمكن الايقاع ما يكونش سريع بحكم ان الايقاع ديال الدوري الليبي في الدوره الرابعه ديالو يعني لسه فاتي، ولكن الدوري المغربي في الدوره الثامنه يعني قرب من نصف يعني الدورات، وبالعكس غيكون واحد الايقاع ما يمكن يرفعه فريق الجيش الملكي، يرفع الايقاع من اجل يعني يعرف هذه نقطه الضعف اللي يمكن عند النصر الليبي، ولكن كنظن بانه كما اشار بانه يلعبوا ان بلوك ديفونسيف يعني انذار، فبالتالي كنتمنى ان تكون الاخطاء باش نكون نستخدم شي خطا منتصر. واحنا نتمنى انه يكون مباراه من اعلى طراز بين الجيش الملكي المغربي وبين نادي النصر ببنغازي. التحكيم باش يكون جزائري سي علانه، الحكم اليوناني باش يكون هو مختار املو، المساعدين باش يكون كل من طاهر بالعيد والسيد محمد بن عروس، الحكم الرابع عفوا هو الحكم خالد نوني من المغرب. الحكم مالو مختار من مواليد سنة 71 ضمن القائمة 2007 رغم تقدمه في السن نسبيا. الحكم هذا معروف في 2010 أدار ما لا يقل عن مقابلتين في تونس، الأولانية جمعت بين الترجي الرياضي وأسفا يونيجا البركيني هذا في الدور السادس عشر وانتهى بفوز الترجي 4-1. كذلك أدار لقاء إيديسات بين تونس والسودان والفريق التونسي انتصر 4-2. تصفية كأس الكاف عنده مقابلة زاد أهلي طرابلس وكوتون سبور الكاميروني انتهت بهدفين مقابل 0 لصالح الفريق الليبي.